السلام عليكم ورحمة الله. معكم أيوب النايبر في حلقة جديدة، واليوم وصلنا للشهر العاشر في زراعة الشعر. 10 شهور فقط ما شهرين نتيجة نهائية، بس أعتقد إني وصلت لها بكري. خليني أحكي لكم علاش اخترنا إليتير. صديقي رامي هو اللي كان صاحب فكرة الزراعة واختار مركز إليتير اللي نلقاه أقوى مركز يقدم في خدمات زراعة شعر، ولاحظنا أنه هم يوفروا في خدمات بعد الزراعة، يعني ما ينقطعوش عليك نهائي، لا يقعدوا معك سنة يتبعوا في حالتك وين وصلت نتائجك شهر بشهر، تقدر ترسلهم ويشوفوا لك هل أنت كل شيء ماشي تمام، ويعطوك باكج يقعد من 3 ل 6 شهور على حسب استعمالك والموصى. وايضا لاحظنا ان هم يعطوا في حاجه ما لاحظتش اي مركز زراعه يعطي فيها، وهي ضمانه 30 سنه بعد الزراعه. زي ما قلت لك ضمان 30 سنه على البصيلات المزروعه. لما درت زراعه بدأت نسأل بعد ما درت الزراعة بديت نسأل على الموضوع هذا تحديدا، موضوع الضمان. لقيت أكثر من ناس مدايرة عمليات الزراعة في أماكن ممكن تكون حتى غير مرخصة وصارت معهم نتائج سلبية لأنهم اختاروا مركز مش مضمون اللي يسبب لهم أزمة لحد اليوم. فأنا نفضل ديما أي حاجة تخصك أنت وتخش صحتك ديما تختار الحاجة الأفضل اللي حتقدم لك الخدمة الأفضل، زي مركز إليتير. أعتقد إن هم الأفضل في المجال هذا. وعلاش اللي خلاني نقول هيك؟ لاحظت إن هم قبل حتى عملية الزراعة يبعثوا لك باكج ممكن تاع اسبوعين لاسبوع تستعمله قبل الزراعه باش يضمنوا لك افضل نتيجه ويغدوا فروه الراس قبل حتى ما تجي. ايضا شفت تاني؟ شفت خدمات 5 نجوم. من اول ما وصلنا المطار خدونا بسيارات فاخره ورفعونا لفندق فاخر، وايضا قريب على العياده، وايضا يوفروا لك مواصلات من العياده للهوتيل مجانا عليهم هم لو انت اخترت تدير زراعة عندهم هم. وايضا قبل ما تدير عملية زراعة شعر يديروا معاك تحاليل خاصة بالشعر، تحاليل الدم، تخطيط للقلب، باش يشوفوا لو عندك اي اعراض جانبية يقدروا يعرفوها بكري ويديروا لك زراعة ناجحة باذن الله بنسبة تفوق من 90% فما فوق. ايضا بعد ما درنا هذه التحاليل اهتموا بينا اكثر قبل عملية الزراعة، قاعدوا يشرحوا لنا في كل خطوة باش حتى انت اثناء العملية ما تصيرلكش حاجة ان انت مش عارفها، لا يحكوا لك على كل شيء. شنو بتحس بالضبط في العملية يحكوا لك. إليتير كلينيك كانت حريصة جدا، كان معنا مترجم يشرحنا على كل شيء حرفيا اثناء العملية، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، لين خلاص نوضنا نطلع من المستشفى ما قصروش معنا بكل نشوف فيها نقطة قوية هلبة لهم. طبعا نحب نقول لكم ان العملية اخذت 7 ساعات فقط، 3 ساعات اخذ البصيلات من المنطقة المانحة، و3 ساعات اخذت في الزراعة في المنطقة المزروعة عليها هذه. وكانت في فترة راحة بين ال3 ساعات الأولى و3 ساعات الثانية، أعطونا فيها أكل، شافونا لو ناقصتنا حاجة نبوا أي حاجة. وأيضا بعد ما تمينا عملية الزراعة رفعونا للهوتيل باش نستريحوا، وجونا تاني يوم باش ينحونا ضمادات ويعطونا ربطة الراس. طبعا في التنحاية قالوا لنا قصوها، لكن حبيت نخليها تذكار من إليتير. أعطونا هذه الطاقية باش نحافظوا على الزراعة من الأتربة، من الأمطار، وأيضا درجة الحرارة. وأعطونا هالحاجات الثانية زي باكج العناية بالشعر تاع دكتور بلوي، ومخدة باش حتى لما نرقدوا ما نقلبوش يمين ويسار أول 5 أيام باش ما نأثروش على البصيلات المزروعة، وهالحاجات الثانية. وهذه أعتقد المراكز الثانية ما نديرش فيها. وخاصة ربطة الراس هذه فكرتها الأساسية إن السوائل ما تنزلش على الوجه باش ما تسبب لكش انتفاخ في وجهك. زي ما تشوفوا هالبنات بعد الزراعة يبدأ وجهها منفوخ، فهذه الربطة كانت باش تشد السوائل. مرة تنحاها دير مساج المنطقة. أيضا بعد ما تمينا الزراعة وبعد ما تمينا هذا كله قاعدوا يتواصلوا معنا مهتمين بالنتائج اللي احنا وصلنا لها. كل شهر يكتبوا علينا في صور باش نبعثوا لهم باش يتابعوا. وهذه النتيجة اللي وصلت لها بعد 10 شهور من عملية الزراعة، زي ما تشوفوا كيف كنت وكيف وليت. شكرا إليتير. ولأي حد يبي ياخذ تجربة أو يعيش نفس اللي عشته، حنخلي لكم في الديسكريبشن لقطة رابط استشارة مجانية، تخش تعبي بياناتك باش تحجز استشارة مجانية، تختار الموعد اللي يناسبك في المواعيد المتوفرة ويتواصلوا معك. كان معكم أيوب النايبر، ونتلاقوا إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم.